إخلاء سبيل الفتاة والشاب في واقعة الفيديو الفاضح أعلى كوبري الساحل، والتحري عن مصور وناشر المقطع المتداول لشاب وفتاة ارتكب فعلا مخلا بالحياة أعلى كوبري رود الفرج بالقاهرة، وبيان قصده من التصوير والنشر. وأمرت بإخلاء سبيل الشاب والفتاة، وذلك إذا ما سدد كل منهما ضمانا ماليا قدره 1000 جنيه. وأوضحت النيابة أنه تم رصد تداول المقطع المشار إليه أمس السبت بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وتلقت عقبه إخطارا من الشرطة بتحديد هوية الشاب 17 عاما والفتاة 18 عاما وتمكنها من ضبطهما. وبادرت النيابة العامة باختار خط نجدة الطفل بالواقعة، واستجوبت الشاب والفتاة فيما نسب إليهما من اتهام، فأقر بارتكابهما الفعل المخل الظاهر بالمقطع المتداول خلال تنزههما بالقاهرة لما بينهما من علاقة عاطفية، وأشار إلى وقوع هذا الفعل منذ إبريل الماضي، نافين علمهما بالشخص القائم على التصوير أو النشر.